قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في كتكوت حلو صغنطوط عايش مع مامته الدجاجة الجميلة واخواته الكتاكيت الصغنطاطين. وفي يوم من الأيام صحيت الدجاجة وقالت لكتاكيتها الصغيرين: يلا يا كتاكيتي عشان نخرج. هنروح بقى ناكل برا النهاردة. بس انا اللي هجيب لكم الاكل بنفسي. احنا مش هناكل اي اكل من الشارع كده وخلاص. لا 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 لا، تعالوا يلا عشان اوريكم انا بجيب الاكل منين، ونقعد بقى مع بعضينا وناكل الاكل الجميل اللي مامتكم الحلوة الدجاجة اللي هي انا هتجيبه لكم. فرحوا الكتاكيت يا أصدقائي الصغنطتين الحلوين وكانوا مبسوطين قوي قوي. هيخرجوا يلعبوا وهيروحوا مع مامتهم عشان يجيبوا الأكل. وهنا يا أصدقائي مامتهم نبهت عليهم وقالت لهم: بس بقولكم ايه يا كتاكيت، اوعى حد يبعد عني، انا همشي وانتوا هتمشوا ورايا طابور. ومحدش يروح ولا يجي، لا هنا ولا هنا. فاهمين ولا لا؟ ايوه يا ماما فاهمين. ايوه يا ماما فاهمين طبعا. يا ماما يلا عشان نروح نجيب الاكل، انا جعانه. لكن يا أصدقائي الكتكوت كتاكيتو وهو ماشي ورا مامته شاف في المية بطة. أيوة، بطة كانت بتعوم في بركة المية، فراح مشى بعيد عن مامته وساب اخواته الكتاكيت الصغيرين وراح عشان يشوف البطة اللي بتعوم دي. وقال: ايه ده، بطة! الله الله، يا سلام، بطة وبتعوم في المية. انا هروح بقى عشان اعوم معاها، اعوم شوية مع البطة جوه المية وبعدين ارجع لماما على طول. ما هي مش هتعرف ومش هتحس بيا وهرجع على طول بسرعة. ما انا كده كده كنت في الطابور، هتفتكرني في الاخر ومش هتشوفني ولا حاجة. وهنا يا أصدقائي راح الكتكوت كتاكيتو عند المية وشاف البطة وقال لها: يا بطة يا بطة، أنا عايز أعوم يا بطة معاكي في المية. انت كتكوت مش بتعرف تعوم، لكن انا بطة بطبوطة حلوة وقطقوطة وبعرف اعوم في المية كمان. لكن انت لا. امشي 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 يلا بعيد عن المية لحسن تغرق. لا انا مش هغرق، ما تخافيش. انا قلت لك ابعد عن المية احسن لك بدل ما تقع وبعدين تغرق. خلاص خلاص بقى، هشوفك وانتي بتعومي وخلاص. هو انت اصلا فين مامتك يا كتاكيتو؟ لا انا مشيت وسبتهم وهم ما يعرفوش انا فين. ما ينفعش يا كتاكيتو كده، ماما هتقلق عليك قوي. وخلي بالك هنا في المزرعة في حاجات شريرة، في اشرار وفي حيوانات ممكن تاكلك. امشي من هنا يا كتاكيتو، امشي من هنا من فضلك، لازم تروح لمامتك دلوقتي حالا. ما ينفعش تغيب عنها كده. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وهنا يا أصدقائي كتاكيتو ما كانش بيسمع الكلام. أيوة، هو في الأول ما كانش سمع كلام ماما، وكمان بعد كده ما سمعش كلام البطة بطوطة. أيوة، هي قالت له يبعد، لكن هو كان مصر إن هو يبقى موجود ويلعب بعيد عن مامته في المية على الشط. المهم إن هو يبعد وخلاص. بس انتي ما تخافيش، أنا هلعب بس وبعد كده هروح على البيت على طول. وهنا يا أصدقائي كان في ثعبان واقف بعيد، سمع صوت كتاكيتو واتأكد انه لوحده وقال: كتكوت صغير واقف لوحده في المزرعة، يعني انا اتغديت. ايوه انا خلاص اتغديت، الغدا بتاعي جهز وجا لغاية عندي. يا سلام، انا هاكله هم المم.
مش هو ساب مامته لوحدها وبقى هو لوحده، يبقى لازم اكله. ايوه انا هاكل الكتكوت. وهنا يا اصدقائي فعلا الثعبان جه وهجم بسرعة على الكتكوت عشان ياكله. الحقوني الحقوني، امشي يا ثعبان امشي امشي، ما تاكلنيش ما تاكلنيش. خاف يا اصدقائي كتاكيتو وفضل يجري. وهنا يا اصدقائي الكلب سمع صوت كتاكيتو وجرى بسرعة عشان يلحق الكتكوت المسكين. وفعلا يا اصدقائي قعد يهوهو الكلب. ولما شافوا الثعبان على طول جرى بسرعة وهرب الثعبان من المكان. الحمد لله، انا متشكر اوي. انا مش عارف اقولك ايه، انا من غيرك يا كلب انا كان زماني متاكل ومبلوع جوه بطن الثعبان. انت انقذتني، لولاك انا ولا كنت هبقى موجود. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا كتاكيتو ان انت كويس. شفت بقى انت ما سمعتش كلامي ازاي؟ ارجوك يا كلب خده بسرعة عند مامته. وهنا يا اصدقائي مامته هي اللي كانت قلقانة عليه ودورت عليه وسط اخواته ما لقيتهوش، عشان كده رجعت بسرعة من نفس المكان ولقت كتاكيتو واقف جنب الشط عند البطة وجنب الكلب. وعرفت الحكاية، حكت لها البطة. وهنا قالت مامة كتاكيتو ايه اللي انت عملته ده يا كتاكيتو؟ انت كنت فين؟ ازاي كده تسيبني وتمشي؟ انا كنت قاعدة ادور عليك كل ده انا واخواتك. يا كتاكيتو احنا ما كناش لغاية دلوقتي يا كتاكيتو، انت كنت فين؟ حرام عليك يا كتاكيتو، كنت سايب ماما قاعدة تعيط. انا اسف يا ماما، انا بصراحة مش عارف اقول لحضرتك ايه. حقك عليا يا ماما، وعمري ما هعمل كده تاني ابدا. وهنا يا اصدقائي فعلا كتاكيتو عرف ان هو كان غلطان، وما ينفعش ابدا يا اصدقائي ان هو يبعد عن مامته او ما يسمعش كلامها او يسيب ايديها. ايوه يا اصدقائي، ومامته سامحته المرة دي عشان هو اول واخر مرة يعمل كده. كتاكيتو عمره ابدا ولا هيبعد بعيد عن مامته. وانتوا كمان يا اصدقائي انتوا شاطرين ومؤدبين وحلوين، وعمركم ابدا ما هتبعدوا عن ماما وهتمسكوا ايديها هي او بابا او اخواتكم الكبار. واوعوا تبعدوا عنها او تجروا عنها بعيد عشان ما يحصلكمش اي خطر. وكمان ماما تحبكم اكتر وتبقى فرحانة بيكم وتبقوا شاطرين ومؤدبين وحلوين. برافو عليكم يا أصدقائي. اكتب لنا في التعليقات الكلب عمل ايه عشان ينقذ كتاكيتو من الثعبان، وايه اللي اتعلمه كتاكيتو من اللي حصل. واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.